الفكرة ان لو اثبت عليه المبرر ده هو في لحظتها بياخد براءة من كل التهم اللي عليه مهما كان عدد الضحايا اللي قتلهم بدم بارد. برين، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بنكي، نحاول السيطرة على العالم. في الحقيقة انا دلقت الماء السخنة وحطيت انرجي درينك، مش هعرف اقول هو مين دلوقتي لانه مش دافع لي سبونسر، ولكني مطبق، فلذلك وجدتها طريقة مناسبة بما اني محتاج الى الكافيين لكي افوق، وانا ماليش في الشاي والقهوة. حلو. السلام والرحمة، ويا رب صبحنا وربحنا. سفاح الجيزة، الموضوع اللي شاغل الناس آخر فترة تحديدا بسبب المسلسل اللي اتعمل عليه، بس بصراحة أنا اللي شاغلني أكتر هو موضوع السفاحين عموما. بيصير شيء جوايا. في طفولتي كان شيء من الخوف، تحديدا فيلم سفاح النساء بتاع فؤاد المهندس، كان في ممثل اسمه حسين زايد هو اللي كان بيعمل دور السفاح، وبصراحة كان مخيف جدا 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 بالنسبة لطفل عنده 10 سنين ساعتها. ولما كبرت طبعا خوفي بدأ يقل، وهيبة السفاحين كمان بدأت تقل، او بمعنى اصح بقوا واقعيين اكتر. يعني في فيلم سفاح النساء السفاح طول الفيلم من الجلدة للجلدة كان بيخوف، كان مضطرب نفسيا، لو بصيت عليه تقول ده مجنون على طول فورا كده، وده فعلا نوع من الخلل النفسي. ولكن في نوع تاني بيكون طبيعي جدا، يعني بتشوفه تحسه بني ادم طبيعي، ولكن هو بارت تايم سفاح زي سفاح الجيزه، لان هو بيجيله نوبات من العنف ناحيه الستات، ولما النوبات دي بتنتهي بيبقى بني ادم طبيعي جدا وبيعيش وسطينا واحنا مش حاسين باي حاجه. الاختلاف اللي ظهر ما بين السفاحين النوع ده والنوع ده هو اللي حول الخوف اللي جوايا لفضول اكتر. كل قنوات اليوتيوب بتتكلم عن فكرة السفاح الفلاني والقضايا بتاعته وعمل ايه، بيشتغل على حتة فضول انك تعرف ايه الحدث، قتل كام مرة وقتل مين وازاي. انا بالنسبة لي كنت مركز في الحتة النفسية شوية، اللي هو قتل ليه؟ هو ليه اصلا بني ادم ممكن يعمل كده؟ تفكير البشر والقوانين والدين كتير قوي بيختلفوا ما بين مفاهيم الصح والغلط، لكن الأكيد إن الحاجة اللي اتفقوا عليها كلهم إن القتل من أبشع الجرائم على وجه الأرض. فهل ممكن يبقى ليها مبرر؟ والله في نوع يعتبر عنده مبرر، وهو مبرر خارج عن إرادته. الفكرة إن لو أثبت عليه المبرر ده هو في لحظتها بياخد براءة من كل التهم اللي عليه مهما كان عدد الضحايا اللي قتلهم بدم بارد. والمبرر ده ببساطة هو المرض النفسي، ولكن طبعا بياخد براءة من السجن وبيقضي بقية حياته في سجن تاني وهو المستشفى، بس يعني برضه في اللذيذ اهو احسن من السجن، فاهم؟ وده حاجة تخلي ناس كتير ممكن يحاولوا بعد ما يعملوا جريمة القتل ان هم يدعوا الجنون، وبالتالي ان الموضوع مش صعب قوي، ولا ايه؟ في الحقيقة ان الموضوع مش بالبساطة دي. المرض النفسي مش كله زي ما احنا متخيلين كلام بيتقال او شوية افكار مش هتقدر ان انت تترجمها، يعني هو لو مثل عليك كويس خلاص هو هرب من العقاب. ولكن في الحقيقة ان المرض النفسي ليه جزء عضوي برضه، لان على حسب كلام الدكاترة ان المتهم في الجرائم الكبرى مخه بيكون مختلف عن البني ادم الطبيعي. لما بيتعمل له تحليل الاشعة المقطعية بيبان ان في مجموعة عصبية مسؤولة عن الشر بتكمن في الجزء الامامي من المخ، وكمان اشعة اكس بتظهر كتلة غامقة واللي مش بتكون موجودة عند الإنسان العادي، وكمان في حاجة اسمها كروموسوم واي واللي بيكون تأثيره عند السفاح أعلى من الطبيعي، وده بيزيد من العنف بتاعه. ده غير شوية حاجات ما فهمتهاش بصراحة زي حويصلة الأنجي دالا في المخ والمسؤولة عن التحكم في الأعصاب والعنف والجنس، فأي خلل وظيفي فيها بيؤدي إلى ممارسة القتل والعنف. وعشان كده بيتعمل للشخص المتهم في القضايا اللي من النوع ده رسم مخ وتطبيق مقاييس وأدوات الاضطراب النفسي وأشعة كهرومغناطيسية، ده غير إنه بيتعرض على لجنة باستمرار لمدة شهرين عشان يقيموا هل خلله النفسي بيتماشى مع الجرائم اللي هو عملها ولا لأ. ومن الأمراض النفسية اللي ممكن تخلي حد يقتل الفصام، البارانويا، والنوع ده لما بيروح للقتل بتكون الفكرة بتاعته إنه متخيل إن الشخص اللي جاي له ده جاي يقتله، فبيقرر إن هو يتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه، دفاع عن النفس، ولكنه مش حقيقي لأن هو أصلا ما بيكونش جاي يقتله. النوع التاني وهو مريض الصرع، واللي ممكن يوصل للقتل ولكن ساعتها هو ما بيكونش في وعيه تماما ولا حاسس بأي شيء. النوع الثالث مريض الهوس، واللي ممكن يضرب حد أو يرميه من شباك وهو مش متعمد الموضوع إطلاقا. 4 مريض الوسواس القهري، واللي بيكون عنده مشكلة في حاجة اسمها الومضات، فكرة متكررة جوه دماغه وما بتوقفش. ممكن مثلا يخنق حد كان واقف معاه في الأسانسير بدون سبب، غير إن الفكرة بتتكرر في دماغه وبتلح عليه. 5 نوع وهو الاكتئاب السوداوي، واللي يعتبر أقصى حالات الاكتئاب، وعندها بيكون المريض مستعد إنه يقتل الناس اللي بيحبهم
قبل ما يقتل نفسه، وده إيمانا منه بإن هم ما يستحقوش يعيشوا في الدنيا الوحشة دي، وإن الموت أريح لهم بكتير، وساعتها بيكون القتل بدافع الحب، وده من أخطر الأنواع. اوكي، لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت، ولو الفيديو ما عجبكش اعمل ديسلايك، اعمل سبسكرايب برضو جلد ذات وبتاع، اعمل كومنت تشتمني فيه، كده كده اليوتيوب ما بيفرقش ما بين المحبة والكره، كله بيعلي الريتش. وبعيدا عن كل ده، في شخصية برضو مرتبطة جدا بجرائم القتل اللي من النوع ده، وهي الشخصية السيكوباتية، واللي صاحبها بيكون عنده سلوك ضد المجتمع، انتي سوشيال. بيظهر عليه الغطرسة، بيشوف ان الخيانة حاجة سهلة، بيحب انه يتلاعب بالناس، ما بيحسش بالتعاطف ناحية اي حد من ضحاياه، وما بيكونش عنده اي احساس بالذنب، وده اللي بيفتح له الطريق ناحية السلوك الاجرامي. حلوة الأمراض النفسية، مبرر جميل مش بس للقاتل، كمان للمشاهد الطبيعي اللي بيصحى من النوم يلاقي جريمة قتل، وبيكون محتاج مبرر سريع لده عشان ما يحسش إن العالم أصبح مكان غير آمن، ولأنه شاف في الأفلام المرض النفسي فبيحس إن هو ده المبرر المثالي. ولكن المفاجأة إن المشكلة مش دايما بتكون نفسية، بل بالعكس، الدراسات أثبتت إن المرضى النفسيين عرضة للوقوع ضحايا للعنف أكتر من البني آدم العادي 3 أضعاف. وفي دراسة اتعملت سنة 2016 بتوضح إن حوادث القتل الجماعي اللي ارتكبها مرضى نفسيين بتمثل نسبة أقل من 1% من إجمالي جرائم القتل عن عمد، وده منطقي شوية لأن الجرائم اللي من النوع ده واللي هي الجرائم المتسلسلة بتتطلب تخطيط وتنسيق مسبق، وده بيتنافى مع طبيعة كتير من الأمراض النفسية الخطيرة. طيب لو مش المرض النفسي هو اللي كان بيخليهم يقتلوا، يبقى منين جالهم الجبروت إنهم يعملوا ده بشكل طبيعي؟ نفس الجملة دي ممكن تقولها على الصينيين لما تلاقيهم بياكلوا الصراصير أو بياكلوا الخفافيش ويبهدلوا العالم كله معاهم. بالنسبة لك ده شيء مش طبيعي، أنا عمري ما هعمل كده، أنا عمري ما هاكل الحاجات دي، لكن هم اعتادوا على ده. لو اعتدت على أي فعل مهما كانت بشاعته مش هيبقى مشكلة إطلاقا. في قصة الصينيين على حسب ما فهمت إن هم في فترة برضه ما كانوش بياكلوا الحاجات دي، ولكن حصلت عندهم مجاعة صعبة جدا. في الوقت ده اضطروا إن هم ياكلوا حاجات كتير غير طبيعية زي الكلاب والحشرات وما إلى ذلك. فبعد ما انتهت المجاعة هو بقى بالنسبة لهم شيء طبيعي بيعملوه طول الوقت، مش حوار يعني. نفس الشيء ممكن يحصل في جرائم القتل، وهستشهد هنا بنموذج برضه بيكون موجود في الافلام. بيكون شخص طبيعي مش مريض نفسي او حاجه، ولكن بيحصل ما بينه وما بين حد تاني خلاف فبيقتله غصب عنه، ودي بتكون جريمته الاولى واللي بتاثر عليه بشكل كبير، وبيكون مستصعب الموضوع وايه اللي انا عملته ده وكل الكلام ده. ولكن بعد كده بيكون متهم وعايز يهرب من الجريمه بتاعته، فبيضطر انه يرتكب مجموعه من الجرائم المختلفه ويقتل ناس تانية عشان يداري على الجريمه الاولانيه. وفي المرات اللي بعد كده ما بيتوجعش هو بيقتل الشخص زي اول مره، لانه خلاص اعتاد الموضوع. وفي نموذج تاني وهو اللي اتربى في مكان مفهوش محظورات كتير، زي اللي اتربى في منطقة شعبية أو بيئة فقيرة بيحصل فيها خناقات كتير، بالكذلك وبالأسلحة في الشارع وبتاع، والأسلحة متوفرة طول الوقت، سواء كان عايش في وسط منطقة صعبة زي دي أو عايش في وسط عصابة من الحرامية وقتالين القتلة. تقبله لفكرة القتل أكبر بكتير من أي شخص اتربى في بيئة بترفض الموضوع ده. وعشان كده أنا بشوف إن التربية الكويسة والقرب من الدين واتباع القوانين هو السلاح الوحيد اللي ممكن يحمي من حاجة زي كده، رغم إن الحاجات دي ما بقتش أساسية في جيل بيدعم الحرية. بدأنا بحرية بسيطة زي حرية المرأة، بعد كده مجتمعات بقت بتدعم حرية البسكليتات العجل، ودلوقتي في أمريكا مظاهرات بتدعم مرضى البيدوفيليا اللي هم لا مؤاخذة بتوع عيال. زي ما قالوا على البسكليتات إن دي طبيعتهم البشرية، بقى في ناس بتطالب بحرية بتوع العيال عشان هم اتولدوا عندهم النوع ده من الشهوة. حرام تمنعهم. تخيل لو فضلنا بنحارب للأفكار دي وبنكسر في التابوهات هنوصل لحد فين. بس يا سيدي، ودي هي نهاية الحلقة. الختام بإحدى رباعيات جاهين كان بيقول لك يا سيدي: السم لو كان دواء منين يضر، والموت لو عدونا منين يصر، حط القلم على الحبر واكتب كمان، والعبد للشهوات منين هو حر. في النهاية لو قلت حاجة فرحتك يبقى الثواب ليا، ولو قلت حاجة ضايقتك سامحني ويبقى الثواب ليك. في النهاية جمعية ودايرة والكل مستفيد.